الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من المساجد التي تشد إليها الرحال، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. فزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحبة ومشروعة في أي وقت من السنة، ليس لها وقت محدد. وفي زيارة المسجد النبوي ثواب عظيم وأجر كبير وخير عميم، فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وإذا دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكل مسجد، فيستحب تقديم الرجل اليمنى في الدخول وتقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما في صحيح مسلم. وتصلي ركعتين تحية المسجد إذا أردت الجلوس فيه، أو تصلي ما شاء الله لك أن تصلي، والأفضل أن يكون ذلك في الروضة الشريفة، وهي ما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيته، وهي روضة من رياض الجنة. بعد الفراغ من الصلاة، إذا أردت أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر، فيشرع لك ذلك لفعل بعض الصحابة رضي الله عنه: واخفض صوتك عند القبر، ثم سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تأخذ على اليمين قليلا وتسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم تأخذ قليلا يمينا وتسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم تنصرف. فإذا أردت الخروج من المسجد النبوي وكذا من كل مسجد، فقدم رجلك اليسرى وقل: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.